السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نيوز نتورك دي زاد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. توجه أمسية اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023 رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون إلى روسيا الصديقة في زيارة تدوم لمدة 3 أيام، بعد تلقي الرئيس عبد المجيد تبون رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث تلقى عبد المجيد تبون ترحيب كبير في روسيا. فبعد سماع النشيد الوطني للدولتين الصديقتين، ليتفاجأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوفد ضخم من الحكومة الروسية في استقباله مع استعراض عسكري، وهذا يدل على مكانة الجزائر في المجتمع الدولي. كما سيشارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المنتدى الاقتصادي الدولي بيسان بترانسبور الروسية.